السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم الكل في قناة يوميات أم اللوكا. ما تنسوش باش تعملوا أبوني للقناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل شيء جديد. اليوم باش نحضروا مع بعضنا كريم ليلي الترطيب وتبييض الوجه، والنتيجة باش تكون هايلة هايلة على الآخر. المكونات هما مغرفة متوسطة من الفازلين طبي، ماهوش أي فازلين يلزمك تاخوه من الفارماسي. آم، كيف هكايا أخذت الكونتيتي حطيتها في حكاكية باش نبقى نستعملها هذي ككريم يومي معناها، نستعمله في الليل معاه مغرفة ونص هما نشا باش نبقى نتبعهم بشوية بشوية باش نحطش الكونتيتي في لول الكل. نزيد مغرفة متاع ماء ورد. المكونات هما ساهلين وموجودين ومتوفرين، ما همش معناها حاجة تتكلف ولا منجمش تتوفر لك. كيما تراو حطيت الماء ورد وخلط الميلانج بالباهي مع بعضه لأن الميلانج معناها باش ناخو النتيجة اللي حاجتي بها في الآخر. كي باش الفازلين يتحل مع بقية المكونات. الميلانج هذا الماسك والكريم باش نتحصلوا عليها باش يساعدنا انه باش ناخو نتيجة هايلة على الاخر خاصة الشتاء توا تبدا البشرة شايحة و معناها ويلزم تعبة معناها مع الطقس وكل شيء. بالكريم هذه تحصل على بشرة رطبة، ومعناها بشرة تكون رطبة برشا و... وزادة يبيض بصفة رهيبة جدا. هو معناها من أول استعمال تنجمي انتي ترى الاختلاف باش يكون تحفون على الآخر. باش تواظب عليه معناها الكريم هذا معناها كريم ليلي تعملوا في وجهك، ومعناها سواء في وجهك ولا في يدك الزوز كيف كيف معناها باش تحصلي على نتيجة هايلة كما قلت لكم. فوالا في الاخر تحصل على كريم كيف نكاية معناها التكسير شادة بعضها بالباهي. بقالي كان نحطها معناها على وجهي على البشرة وديجا معناها كيما باش تلاحظوا باش تحطها على بشرتك معناها تشربها الكل معناها ما تبقاش حاجة باينة على البوم تاعك. كيما تراو حطيت معناها كونتيتي باهية بكي باش نعملها على وجهي كامل معناها باش تبقاش ظاهرة كيف كي باش تدهنها ما تبقاش معناها حاجة واضحة. البشرة باش الميلانج كامل معناها تشربه كيف هكا باش يتغلغل للداخل في البشرة كيما تراو. بالطريقة هذه تدهنوا على وجهك وتخليه معناها الليلة كاملة، مش لازم باش تخليه وقت معين وتغسله الصباح تغسل بالغسول متاعك ولا الصابون ولا اي حاجة، وباش تلاحظ النتيجة من اول استعمال ديجا. الصباح معناها وجهك فرشك ومحليه ومنور والبشرة رطبة، ومعناها بالمواظبة تحصل على بشرة معناها بيضاء معناها الريزلتا باش تكون هايلة على الاخر. ديجا باش نخليكم نص ساعة ونوريكم بعد النتيجة معناها البلاصة جيست اللي حطيت عليها الكريم باش تراو معناها الاختلاف اللي فيه. نكية وخليتها نصف ساعة باش نوريكم. باش تشوفوا الديفيرونس معناها البلاصة اللي حطيت عليها الكريم والاخرى. تراو كيف نكية البلاصة اللي ما حطيتش فيها تراو فيها معناها الكولير متبدل معناها مش نفسه كما تراو فوالا. والكونتيتي اللي بقت لي معنا نسكرها في الحكة نتاعها ونخليها معناها كل ليلة نستعملها عادي وما يجرى لها حتى شيء، وننصحكم باش تجربوها ونحبكم برشا.